حتى سبحانك إني كنت من الظالمين. هبتدي أعمل الفويسات ونفهم إيه اللي بيجرى. أخبار الموسم. تا 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 تن 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 تا تا تن تن تن. ميرفت ورحمة على خلاف كبير، حيث إن رحمة لما كانت في فوة ميرفت رنت عليها، وميرفت أول ما نزلت من أول ما جت من العمرة راحت رايحة مسافرة مع رحمة عشان تخنق على نفسها، راحت مسافرة فوة. وأم ميرفت عملت عملية في عينيها اللي هي المية البيضاء زي أم ميسة، فرحمة الله يخرب بيت دماغها راحت رايحة تبارك لتيتا عشان إن هي عملت العملية. راحت تيتا ترضاها بالأدب، راحت راحت تيتا ترضاها بالأدب. هي رحمة داخلة، راحت تيتا سلمت عليها ودخلت، وراحت دخلت قفلت على نفسها الأوضة وسابتها بره لوحدها زي البطاطس المحمرة. فرحمة ساعتها اتضايقت جدا، وبعد ما اتضايقت جدا كانت هي بقى ده اليوم اللي راحت فيه الأمل. هي قعدت عند أمل كام ساعة من العصر، بعد العصر كده، وبعد كده راحت لتيتا أم ميرفت، وراحت راحت أمها لأم ميرفت، راحت إيه مشيتها بالأدب، طردتها بالأدب. فرحمة ردت على ميرفت قالت لها إن مامتك عملت واحد اتنين تلاتة. قالت لها ما إنتي عمامك لما بيشوفوا أحمد وأنس مش بيرضوا دايما يسلموا عليهم. تكملة لباقي الأخبار، فراحت ميرفت ماسكة رحمة على الواتساب، مسكتها دغدغتها، قالت لها انتي انانيه، مع ان رحمه بقالها 3 شهور قاعده بالعيال لوحدهم الثلاثه، طبيخ واكل ومكوى وغسيل وتصحى تصحي، ده براحتها طالما هي عايزه تسلي نفسها براحتها. انا بسمع منها وخلاص، ما بقولهاش لا عملتي ايه وما عملتيش وما تعمليش، بسكت ده خلاص طالما هي عايزه تسلي نفسها كده براحتها. استكمال الاخبار، راحت ميرفت قالت لرحمه انت ازاي بتعملي كده يا بنتي، انت كذا 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 كذا، انت انانيه ازاي وانت قاعده عند عمتك. اسمعي بقى الكلام. ازاي وانت قاعده عند عمتك ما تجيش تاخدي العيال من عندي ومن عندي تيتا، الله اكبر، وتقعديهم عند عمتهم الحنينه يومين ثلاثه عشان تيتا عامله العمليه في عينيها. يعني ايه عامله عمليه يعني؟ الله، انت ادميه جدا، انت زي اخوكي محمد، انت مش عارف ايه، وانا اسمع الكلام واضحك. يا ريت ما تقولش لحد، فانت ما تقوليش لحد يعني ولا ترني على عمو حسن ولا عمو حمدي ولا عمته، ولا تتكلمي خالص، ما تتكلميش خالص معاها خالص، ولا تقولي لهم اصل بتعمل ولا ما، طالما رحمه عايزه تزيد نفسها براحتها. فدلوقتي المعلمة رحمة جت من فوق، قصدي جت من ببريد. ميرفت أول ما عرفت إن رحمة جاية راحت سابت لها سابت لها البيت ومشت، وخدت معاها العيال كلهم، خدت لهم العيال كلهم وراحت بيهم عند أختها عشان رحمة تيجي تلاقي البيت ما فيهوش حد وتلبس بقى. طبعا رحمة جت يا عيني شايطة خالص لقيت البيت فاضي. والله انا مش بضحك يعني، انا مش بتريق عليها، بس عشان انا قعدت انصحها انا وانتي، بس خلاص بقى طالما هي مش عايزة النصيحة براحتها، فاهم قصدي؟ يعني ما تنصحش، ما تكلميش حد يا ماما، بحذرك تحذير صحيح. فرحمة جت قعدت تعيط، ما لقيتش حد ولا لاقي حاجة تاكلها ولا اي حاجة. فبابا راح لها دلوقتي بقى ايه، يعني ما اعرفش بيعمل لها اكل ولا يعمل لها ايه ولا يجيب لها حاجه، مش عارف. هو البت يعني طالع عيني حتى هي لما كانت معايا عينيها يعني تحت ادب لام خالص 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 خالص. ونسيت اقول لك برضه، ميرفت بتقول لرحمه ولما انا كنت حلوه معاكي، وكنت طبعا بعد ما رحمه قعدت متخاصمه مع ميرفت فتره طويله، لما ميرفت اتهمت رحمه بالسرقه، فبتقول لما انا كنت بخصماتي كنت كويسه مع محمد وبابا جدا، لكن لما بابا ومحمد قلبوا عليكي رجعتي لي انا، وانا اللي كنت مصدقاكي وهم اللي كذبوكي يا كدابه. فالبيت هناك مولع ولعه جامده، وبابا بيقول لنا مش عارف يكلم رحمه قدام ميرفت، يعني هو ميرفت ورحمه، لما ميرفت لما يكونوا كلهم في البيت، بابا ورحمه بيعملوا نفسهم متخاصمين عشان ميرفت بتقول له ايوه ما هو بيكلمك انتي وسايبني انا ولا لا 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 لا. نسيت اقول لك برضه انا ورحمه ان شاء الله لما رحمه. بص يا محمد، انا فرحانه قوي يعني
انا حاسه ان انت بتضحك، يعني خير البليه ولا خير البتاع دي ما يضحك، خير البليه ما يضحك. ف زي ما انت يعني انا فرحانه قوي، عايزاك بقى تاخد رحمه وهي مستويه كده وشايطه وتقول لها على امل بصوا بقى، تعالوا نشوفوا مفهوم الطاقة السلبية والشخصية النرجسية، وهنا هنفهم اللي بيجرى. بصوا بقى، طبعا اللي انتوا سامعينها دي عشان ام بوسي خالتي الكريمة الله يجبرها. ايه مش شبعانة من عيالك؟ ايه مش فرحانة بعيالك؟ ايه عيالك على وش جواز؟ ايه. فدايما بقول ادي الشخصية النرجسية اللي هي مرات الاب. تخيلوا بقى اما تبقى مرات الاب نرجسية والاب نرجسي. الشخصية النرجسية خبيثة في الموقع ده. لو عايزين تدخلوا عليه تجربة وحكايات النرجسيين، عشان انا كنت دايما اشتكي من فتحي او طليقي واقول ان هو شخصية عصبية، شخصية مش غبية، بيكره اهلي. كانت دايما خالتي تقولك لا ده بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله، الضحكة ما بتفرقش وشه. واخدين بالكم؟ فاحنا الجروب دوت انا اشتركت فيه عشان افهم يعني ايه شخصيه نرجسيه. انا كنت دايما اقول ان هو عصبي، بيقل ادبه عليا، بيغلط، بيشتمني. فالاعراض دي في منها جزء تبع السحر السفلي او سحر الكراهيه يفرقون به بين المرء وزوجه، وقسم تاني تبع الشخصيه نفسها ان هي شخصيه مريضه بتبان قدام الناس بوش، اما مع التعامل مع عيالها او مع اقرب الاقربين بتبقى شخصية تانية خالص، شخصية شيطانية نتيجة الغرور، الانانية، التكبر. يعني هحاول برضك اعرفكم يعني ايه شخصية نرجسية، لان انا قعدت بقالي كام شهر ببحث فيها عشان افهم يعني ايه شخصية نرجسية. تعالوا نشوف الصورة التانية ونرجع تاني مع بعض. الشخصية النرجسية بالنسبة لفتحي، في شخصية نرجسية سواء بالنسبة لفتحي بتبقى طبعا الصورة نفسها مبينة، بيبقى زي التعبان قدام الناس، ضحك وهزار، شخصية ملائكية، بيحب أوي البرستيج، بيحب الناس تشكر فيه، بيحب بيحب بيحب. أما في البيت بيبقى سم شايط، أول ما يدخل شخط نطر عصبية، ما طبختيش ليه. حتى انا كنت اقول مثلا الواد تعبان، تعبان ماليش دعوه بالتعبان، ما عندوش رحمه لعياله، ما عندوش رحمه للي حواليه. عايز يبقى هو محور الكون. يعني مثلا ابنه تعبان مش عارفه اطبخ، او مثلا جه لقى الاكل لسه ما كملتوش، الولد مثلا سخن، الولد بيسنن، تعبان بيكح ملوش فيه، انا عايز اكل. طب اطفح انت، افتح التلاجة فيها مربى، فيها زيتون، فيها بيض، فيها جبن، فيها حاجات، فيها لانشون، هبد ورقع، وانت ما احترمتيش جوزك وامك ما ربتكيش، ويبتدي من سلسلة من الاضطراب السلوكي، اضطراب السلوكي. فانتوا شايفة يا ام بوسي انت وكوكي ان انا شبعانة من عيالي، العيال اتربت في حضنكم، عيالكم اتربوا في حضنكم، عيالكم ما تسابوش. طبعا ابني بيضحك ضحك قهر، ليه شر البلية ما يضحك. انت فاهم ان هو بيبتدي بعصبيته دي تعمل لك قلق توتر، اللي بيبقى كأنه ضبط وإحضار، يعني ضابط كده داخل جحيم في البيت. فاهمين؟ تعالوا بقى اوريكم جزء من النرجسية. عندنا جارتنا هنا نرجسية دايما صوتها عالي، جوزها مش قادر عليها، بالبلدي كده صوتها يمكن اتخن من صوت جوزها. تعالوا نسمع مع بعض.
الصوت الاخير ده يا جماعة عشان انا بس بنسى الفيديوهات، الصوت الاخير ده صوت الجراد، وقلنا مفهوم الطاقة السلبية في البيت. تعالوا بقى نشوفوا الشخصية النرجسية اللي في حياتي اللي هي ام ميسة، ونتابع مع بعض. الشخصية النرجسية ادي واقفة هي مش مريحة نفسها. هنا في واحدة جارتنا اسمها موائل رايحة تدي فلوس لأم نهى لأنها تعبانة. أم ميسة زي ما انتوا شايفين واقفة قاعدة تنادي عليها عشان بحجة تسلم عليها عشان تديها أي فلوس، يعني عيون حاسدة بتستكتر على الناس رزقها. هنا عاملة الشخصية النرجسية اللي هي زي أم ميسة كده أو غيرها بتعمل قناع إن هي بتخلي الجيران يحبوها وتروح تسأل عليهم وتعمل الود والعشرة والجيرة الطيبة، وهي من جواها سم العيون بتستكتر على الناس. لا إله إلا الله. بتعمل نفسها أنا مش قادرة أوطي، أنا مش قادرة أكنس عشان تكسب تعاطف اللي حواليها. وعندها ادي حفيدها هوت، ورغم كده واقفة بتراقب برضو. يعني عندها الونس وعندها الحفيد وعندها العيال وعندها نعم ربنا، ولكن مكملة حسد ليا. هنا بقى سلسلة النرجسيين. النرجسي يا ام بوسي انت وكوكي اللي بتقولي عيالك عيالي، عيالك اتربوا مع مرات اب زي اللي انتوا سمحتوها ديت من الصغر، بتكرههم حقد وحسد، شخصية خبيثة، شخصية لئيمة، شخصية ما بترحمش. كانت دايما تقول لهم روحوا لامكم، امكم قاعدة في سعادة وهنا وبيت طويل عريض يا ام بوسي. طبعا انا عملت سلسلة البيت الطويل العريض، على هبعمل لكم عنه القطط، السحر اللي هو صوت الجراد، صوت القطط، الدود، السوس، البق. عملت سلسلة كبيرة جدا من الايه، من الفيديوهات عشان ما ادخلش المواضيع في بعضها. المرأة هي السند لنفسها في كل فترة صعبة تمر بيها، خصوصا في التعامل مع شخصية نرجسية. الشخصية النرجسية دي اللي انت هتستحملي بقى شتيمة، ضرب، إهانة، شتيمة ليكي ولأهلك، شخصية معقدة. الشخصية النرجسية بيبقى شخصية ضعيفة، فبيعوض دوت ان بيبقى بالصوت العالي والشرشحة. لو تاخدوا بالكم في الصوت اللي هي بتاعت مرات الأب بتقول روحوا لأبوكوا، انا مش طايقاكوا، اطلعوا من حياتي، وبتشتم شتيمه طبعا انا مش هينفع اقولها، وبتقول روحوا يعني بتشتم واياكوا تقولوا لابوكوا، ولو قلت لابوكوا يتشتموا. يعني الجيران يعني متعاطفين جدا مع العيال، خصوصا مع التعامل مع ست زي دي. الكل بيخاف منها، بيعمل لها الف حساب، الكل بيتلاشاها على قد ما بيقدر لانها نظام شرشحه وفرد ولايات. زي ما بقول فتحي مثلا كان يشتمني ويغلط فيا ويجي هنا او لاخواته او لماما او كده، يبتدي ان هو يعمل اسقاط. اسقاط يعني ايه؟ ايمان غشيمه، يا مبوسي، ايمان مش عارفه تعاملني، ايمان خجوله. يعني مثلا كنت اروح اكشف، فطبعا كنت لوحدي وكنت في غربه بربي عيل لوحدي وبلد تانية، كان الدكتور بيديني مقويات للست، يقول له سوري يا دكتور اصل هي غشيمه مش عارفه تربي الولد. فكان الدكتور حتى يبص لي ويبص له، كان دكتور عاقل قد جدا ما انساش بصته، كان عينيه خضرا كده وبنضاره، كان راجل محترم. فبص كده حس ان الكلمه جرحتني انا واستنقصه. قال له ليه؟ قال له اصل هي في بلد والدتها في بلد. قال له طيب ما طالما كده يبقى ده شيء طبيعي ان بتبقى العبء عليها والتوتر والقلق، فهديها مقويات تقلل التوتر اللي هي فيه. بصلي كده فتحي مش عاجبه الكلام، هو دايما بيقلل من الطرف التاني، دايما انت اللي صح وهو هو اللي صح وانت اللي غلط. بيحب العصبية والكلام ده. زي ما قلت اضطراب نفسي وعقلي. ليه بقى اضطراب نفسي وعقلي؟ عشان الفيديو كده هيطول مني، لان السلسلة دي سلسلة كبيرة جدا، هحاول اعمل جزء تاني. بيبقى البيت عبارة عن نار، نار وجحيم. وانا فعلا في شيوخ قالوا في دار الافتاء او اعلنوا ان لو شخصية نرجسية دي شخصية مدمرة، لو عرف ان هو شخصية نرجسية وما راحش لدكتور نفسي حتى من ورا مراته ياخد علاج لاضطراب السلوك وياخد جلسات تعديل السلوك، بيوصل ان هو يعني او مهدئات او يعمل اشعاعات مخ واعصاب، ياخد جلسات، يقتنع ان هو مريض ويسيب الدمار ليه ولعياله في الطاقة السلبية ومفهوم الصرع، بيتجازى. يعني ربنا بيحاسبه،
بيكون حتى حنان اختي فيها جزء من الشخصية دي برضو. لسانها طويل، حتى جوزها بدأ يشتكي منها، ربنا يصلح حالنا جميعا. ولكن اللي هو بالشخصية النرجسية باختصار اللي هو ملوش كبير، كبير دماغه. طب الشخصية النرجسية بالنسبة لمميسة دي شخصية دخلت حسدت حقدت، لأن النرجسي أنواع، في منه بيبقى حاسد حاقد غبي معظمه، بيطعنك في ظهرك، ناكل المعروف ناكل الجميل. الحقيقة بنصحكم تشوفوا الجروب دوت، جروب تجربة وحكايات مع النرجسيين، أنا استفدت كتير منه. وللأسف معظمنا أو في بيوت كتيرة عايشة مع نرجسيين وهي مش عارفة يعني إيه شخصية نرجسية. وربنا يعين كل واحد على الشيلة اللي شايلها. وطالما معاكي جوزك وعيالك في حضنك، طالما ما تحرمتيش منهم، طالما ما حصلش سحر خراب، طالما احمدوا ربنا على النعم اللي عندكم، وما تحكموش على الناس من زاوية مختلفة خالص. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. كله طبعا عارف نفسه ان ممكن تكون الشخصيه النرجسيه زي ما قلت اختك، قريبتك، حد نرجسيه زي ما قلت درجات وانواع، اللي هي الناس اللي بتغدر بيكي، تقفي معاها مره واتنين يطعنوكي في ظهرك، يغزلوكي في عز تعبك وعز شدتك، تبقى عارفه ان انت مسحوره، عارفه اقرب الاشخاص، عارف تفاصيل حياتك، يسيبك لوحدك كده، تدخلي الرجاله بتوع الشارع عليكي وانا مش راضيه اتكلم. كلمة زي دي كانت ممكن أعمل للعيلة كلها وتتعاقبي عليها عقاب تاني وانت عارفاه. فأنا مش هدخل في تفاصيل، أنا بتقي ربنا فيكي عشان عظم التربة وعشان ماما الله يرحمها، بس مش عشان حاجة تانية. وانت فاهمة وبتتابعي الفيديوهات وعارفة أنا قصدي ايه كويس قوي. اتقي ربنا ايوه في عظم التربة عشان خاطر امك يوصلك الخير، لكن انا مش مسامحاكي دنيا ولا اخره، سواء ام بوسي، كوكي، جوزها، وسعيد الشيخ وهلم جرة ومميسة، والاشخاص النرجسية اللي دخلت حياتي اتدمرت. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم بحق الصباح. وتتوحلوا الوحلة السوداء الزرقاء الغامقة الهباب اللي مش عارفة اخلص منها.